انا خلاص يئست من حاجه اسمها كتابه الملاحظات. انا النهارده كنت في محاضره ما عرفتش اكتب اي حاجه ورا الدكتور. ليه؟ ايه مشاكلك اللي بتقابل لما تيجي تكتب الملاحظات بتاعتك؟ مش عارف، يعني كل ما احاول اكتب حاجه وراه الاقيه دخل في نقطه تانية، اكتب النقطه التانية الاقيه دخل في النقطه التالتة، مش ملاحق. هو بيتكلم في نقط كتير وبيتكلم نقط كتير ورا بعض، انا مش ملاحق اكتب اي حاجه وراه. تمام. وعندك مشكله تانية؟ احيانا بيشرح حاجه معينه فاكتب الملاحظات في الحاجه دي، يكون خلاص خلص الجزئيه دي ودخل في جزئيه تانية، يرجع تاني للنقطه اللي كان بيشرح فيها في الاول. وانا طبعا بيكون عندي الورقه اتملى مش عارف ازود عليها، فاضطر ازودها بقى في حته تانية بعد كده، فبيحصل لي بقى لخبطه في الاخر. تمام. وفي طريقه ممكن تفيدك جدا في الحاله دي، طريقه اسمها الاوتلايننج او طريقه التحديد. ايه طريقه الاوتلاين دي؟ الطريقه دي ببساطه ان انت الورقه اللي بتكتب فيها الملاحظات بتاعتك بتقسمها، يعني بتكتب الكلام تحت بعضه بس بتقسمه لثلاث اجزاء رئيسيه. العنوان الرئيسي ده بتكتبه في اقصى اليمين بتاع الصفحه، العنوان بقى الفرعي بتكتبه تحت العنوان الرئيسي، بس بتسيب مسافه كده صغيره من الاول عشان العين بعد كده لما تيجي تشوف الموضوع تعرف ان ده تحت ده. وبعد كده بقى النقط المختلفه بتعملها، يعني بتكتبها تحت العنوان الفرعي وتسيب برضو مسافه ازيد من اول السطر، بحيث ان انت تبقى المخ يلقط ان دي حاجه متفرعه من ده. وطبعا بقى بتستخدم الطرق العاديه وانت بتكتب النقط بقى اللي هي تحت العنوان الرئيسي دي او العنوان الفرعي، اللي هي بقى تكتب باختصار وتكتب الكلمات الرئيسيه وهكذا. وبعد بقى ما تخلص بين كل عنوان رئيسي والعنوان الرئيسي اللي بعده بتسيب بقى مسافه فاضيه، بحيث بقى المحاضر لو من النوع اللي بيحب يزود تفاصيل متاخر بعد كده تقدر تحطها او تكتبها في الاماكن الفاضيه دي. طبعا الطريقه دي ليها مميزات كتير جدا. اول ميزه انها بتساعدك ان انت ترتب المعلومات بترتيب منطقي، يعني تبقى شايف بقى ان في حاجه عنوان رئيسي وعنوان فرعي والنقط اللي تحت كل عنوان، فتعرف علاقه عناصر المحاضره ببعض. تاني ميزه انها لو المحاضر من النوع اللي هو بيقول الحاجه في نقط، دي الطريقه دي هتبقى مفيده جدا لانها تساعدك انك تبقى مركز مع المحاضر وفي نفس الوقت قادر تكتب الملاحظات وراه. تالت ميزه بقى ان زي ما قلت لك ان انت احيانا المحاضر بيبقى بيقول نقطه معينه وبعدين يتكلم في نقطه تانية وبعدين يفتكر حاجه ليها علاقه بالنقطه الاولى، ساعتها بقى انت مش هتقعد تلخبط الدنيا او الملاحظات اللي انت كاتبها، انت عشان انت سايب مسافه من كل فقره والتانيه هتقدر تزود تحت الفقره اللي هي خاصه بالموضوع اللي بيقوله بسهوله. طب تمام، حلو قوي فكره الاوتلاين دي، هحاول كده اجربها واشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي في المحاضره الجايه. تمام، بالتوفيق.